بتسمح لحالك تعمل هيك ببنتك؟ أنا كنت عم طبق عليها فترة نقاوة يا ضياء. لك بنتي صارت مسلمة، عم تفهم شو يعني؟ تخيل إنه بنت منصور كاروزو قدروا يوسخوها بالدين الإسلامي. لك انت غبي وما بتعرف انها مو جاهزة لحتى تقضي هالمدة؟ اللي برأيك كم شخص بيقدروا يتحملوا فترة النقاوة وانت بتعرف انه إيلين معها مرض الصرع كمان. وطبعا مع انك بتعرف هذا الشيء انت بعت بنتك الموت. أنت بتعرف قوانيننا يا ضياء. بس بنتك ما بتعرف شيء عن قوانيننا، ما إلها ذنب بهذا الشيء أبدا. مرة تانية إياك إنك تتجرأ وتعمل هيك بإيلين يا منصور، إن شاء الله تكون فهمت. يا إما يا أما شو ها؟ إذا إيلين بتتأذى بأي ضرر صغير، تذكر إني أنا أبوها، فيني أتصرف مع بنتي بالشكل اللي بدي إياه. بس هي البنت في عندها أم وفي عندها خال كمان يا منصور. ما بدي إياك تنسى هالحقيقة. أنا ما عاد فيني أدر لك ظهري يا ضياء. رفعت مسدسك بوشي. أنا ما رفعت مسدسي عليك، أنا رفعته على مسدسك أنت. إيلين خانم، مين انت؟ لازم نحكي مع بعض يا خانم، كتير ضروري. شو هذا اللي لازم نحكي مع بعض وانا حتى ما بعرفك؟ يلي بدي خبرك اياه كتير مهم. إيلين خانم، لك مين انت؟ قلي من وين بتعرفني؟ أنا من طرف خطيبك رضوان. عن جد عم تحكي؟ بعرف الشخص اللي قتله. وانا بعرفه. لا ما بتعرفيه، فؤاد شمشيك كان بس لعبة، كانت خطة مشان تخرب العلاقة بينك وبين أبوكي. ما رح صدقك، روح من وشي. يعني ما بدك تعرفي الحقيقة؟ يلي قتل رضوان لما شافهم خافوا هربوا وهن لحقوه. أنت أول مرة بشوفيه لهالزلمة؟ ايه أول مرة، من وقت ما توفى رضوان وأنا عايشة بكابوس. دائما في كتير شغلات عم تصير، بس ولا مرة قدرت طلع كل شي مخبى وأعرف الحقيقة مثل ما هي. مثلا أنا ليش خطفوني يا خالي؟ ليش حبسوني بهديك القلعة كم يوم؟ وانتوا ليش عم تحاولوا إني ما أعرف؟ فيني أقول لك بس هالشغلة، الشيء اللي صار أعدانا هن اللي حبسوكي بالقلعة وقتها، بس هاي الحادثة مختلفة. أنا خايفة كتير خالي. لا تخافي إيلين، أنا اللي راح أحميكي. هي هدية، هيك راح تكوني بأمان.
كيف رح كون بأمان؟ هي الساعة مانا عادية يا إيلين. يعني بفضل إشارة لاقط GPS اللي فيها، الشخص اللي بيكون حامل هي الساعة وبأي مكان بالدنيا بيكون فيه بنقدر نعرف وين مكانه. وشي تاني، لما بصير أي شي طارئ، إذا ضغطت منيح على زر الحماية يلي موجود هون بتقدري تحكي كأنك عم تحكي على التليفون. عن جد هيك خالي؟ إيه طيب أنت من وين جبت هالساعة؟ هي إنتاج فيتروئيل، بس لساتها بحالة الاختبار. انتبهي، ما حدا لازم يعرف الميزات الموجودة بهالساعة، ومنصور كمان. يعني بأصغر مشكلة رح تكون عندي، ما هيك؟ ورح تعرف دائما وين أنا. بالضبط. لا بقتلي ماما. خليني شوف. ديري هيك فرجيني. طالعة كتير حلوة يا عمري. لازم اربط شعري كمان مو هيك؟ ايه اربطيه إذا بدك. كل هدول عطتني اياهن اليوم الآنسة ليلى، وقالت لي رح تاخدني الصبح وهي رايحة على المدرسة وترجعني بآخر الدوام. بعرف، قالت لي إلي هيك كمان. الآنسة ليلى كتير منيحة مو هيك؟ ايه حبيبتي، الآنسة ليلى وعمو فوزي والسيد حسين ناس كتير مناح، كلهم مناح. يلا هلا تأخر الوقت، انتي طالبة شاطرة لا تنسي، ماشي؟ ماشي ماما، أنا رايحة نام. تصبحي على خير يا عمري. تلاقي الخير ماما. نيلوفر؟ أنا رايحة على الحفلة أختي. نيلوفر، بس لو شي مرة تحكي بشي غير. لا تصرخي، لا تصرخي، بس بدي احكي معك، لا تصرخي. خالي ساعدني. إيلين خانم، بعتذر منك، بس ما كان في أي طريقة تانية مشان أحكي معك.
شو؟ ليش انت شو بدك تحكي معي؟ لازم تعرفي شو اللي لازم اعرفه؟ اني تعرفت على خطيبك رضوان بجبال كاشكار، والتنظيم الاسلامي هو اللي خلاه مسلم غصبا عنه، وانه تدرب على القتال بجبال كاشكار وراح على اسطنبول بمهمة، وهي انه يقتل ابوكي منصور كاروزو. شو؟ لا انت عم تكذب علي. لا ما عم بكذب، كل شي مزبوط. ابوكي كان معادي الاسلام ولازم ينقتل، بس اللي صار رضوان دار ظهره للتنظيم وقت اللي قرر انه يتجوزك. بعدين بالرغم من كل المعارضات اللي عرضهم فيها طلع آخر قرار وقت اشتغل عند أبوكي منصور. التنظيم أخذ القرار وأنا اللي نفذت العملية. يعني طلعت انت اللي قاتله؟ طيب وليش عم تخبرني بهالقصة؟ لأنه التنظيم أخذ قرار بقتلي كمان، وأنا ندمت لأني قتلت رضوان وماني عرفان شو بدي أعمل. بس قبل ما أموت حبيت إني أنقذ حياتك. أنت هلأ بخطر كبير، عملوكي أنت كمان مسلمة من دون ما تعرفي. صرتي بالتنظيم هلأ، ورح يعطوك المهمة اللي ما قدر عليها رضوان. أنا رح يطلبوا منك تقتلي أبوكي. ما رح صدق هالحكي. أي تنظيم هاد؟ أنا أصلا ما بعرف حدا منهم. لا بتعرفي، حتى أنت معهم كل يوم. لهلأ ما فهمتي؟ رئيس التنظيم بيكون فوزي الكاشكاري. عمو فوزي؟ لا لا مستحيل. والقائد الثاني للتنظيم هي الأنسة ليلى، واللي سرق البنك وهرب هو الأستاذ حسين، وبيكون إيده اليمين لفوزي. أنت عم تكذب علي، هذا الحكي ما بيتصدق. إذا كنتي مانك مصدقة خدي، وجه فوزي الحقيقي موجود جوات هذا الظرف. يلا تفضلي. جايين، هربي من هون، الشارع بهي الجهة، هربي بسرعة. لا تهرب، واقف، لا تهرب، ما فيكم تهربوا لمكان. عملكم لا تهربوا، وقفوا وقفوا، ما رح تقدروا تهربوا مننا. واقف. الشيخ الكاجاكاري فوزي عم يتغذى من ورا المصاري اللي بيجمعن من ورا السحر والرئاسة للتنظيم. السيد فوزي معه شخص منيح مثل ما مبين عليه. هو شخص ظالم وما عنده جنس الرحمة. يا منافق، ما بدك تسمع الكلمة مو؟ خود هدول، هذا الزلمة كثير مهم ولازم تقتله. خود. حتى كان يقتل الأشخاص من دون رحمة. مو تاري هذا اللي اسمه العم فوزي واحد متوحش؟ لا يا بابا، عمو فوزي مستحيل يكون هيك. بنتي مانك مصدقة اللي عم تشوفيه؟ بس بابا ممكن يكون مونتاج أو ما بعرف، ممكن يكون شي مرتب ضده. خلص بكفي، أنا هذا هو كلامي الأخير ضد هدول المسلمين، بكفي بقى. إيلين، هلا انكشف وشه الحقيقي لهالزلمة.
الشخص كاتب عنوان بيت التنظيم هالظرف كمان. إذا بدك فينا نروح لهنيك ونشوف كل شي بعيوننا. ما بعرف خالي، عقلي كتير مشوش، ما عاد أعرف الصح من الغلط هلأ. ما بدنا نضغط عليها يا منصور، نحن لازم نعطي إيلين شوية وقت. أنا بعرف هدول الناس منيح، مستحيل يكون اللي شفته حقيقي. يا ربي ليش هيك عم يصير؟ ألو نعم. حبيبتي إيلين مرحبا، أنا أخذتها لنرجس ورايحين على المدرسة، بس حبيت خبرك. يسلموا إيديكي ليلى. إيلين أنت منيحة ما هيك؟ بس راسي عم يجعني شوي، ما في شي. إذا بدك تعالي على المدرسة وبنطلع على البيت بعد الدوام. لا يسلموا ليلى، عندي شوية شغل، خلص بشوفك. طيب ماشي. انت ليش عم تلحقني يا مجنون؟ ما في اي طريقة تانية مشان احكي معك. ما قدرت اجي لعندك لانهم عم يلحقوني. ما شفتي التسجيلات؟ روح من وشي، انا ماني مصدقة شي بنوب. اذا بدك تصدقي فيك تفتحي قبره للسيد رضوان. شو رح لاقي بقبره يعني؟ رضوان مانو بالقبر، فوزي زته بالمقبرة تبع اليتامى. لا مستحيل، مستحيل يكون هالشي صح، مستحيل. اهربي بسرعة، روحي من هون، اهربي بسرعة، عم قل لك اهربي. اللي عم يصير كابوس. لا مستحيل يكون هالحكي مزبوط، ما بقدر صدق هالشي. خلص بكفي هلا، اتركه. بس يا خالي ما في داعي نحفر أكثر من هيك. بس لا مو معقول. رضوان مانو هون، الزلمة عم بيقول الحقيقة. ورقة العنوان بعد عندك؟ بابا فيني اخذ السيارة؟ رح نروح سوا. لا بابا هي قصتي انا. يلا امشي سمويل. بلاقي عمو فوزي هون شي؟ بدك الشيخ فوزي؟ ايه هون. شو مشكلتك بنتي؟ بدك اياه يعمل لك شي حجاب ولا بدك اياه يعمل لك سحر؟ بدي اشوف عمو فوزي ممكن؟ عنده شغل، ارجعي بعدين. يا سبحان الله. عمو فوزي بتعرفي وينه؟ جوا يا بنتي. عمو فوزي
معناتها الحكي مزبوط. استنى لا تهرب، استنى، افتح الباب بسرعة، فرجيني وشك يلا، اطلع وحاكيني ليش هيك خدعتني. قلت لك افتح الباب، اطلع لبرا وقول لي عن كل شي وسخ عملته، احكي لي عن كل شي. مستحيل يكون نفس الإنسان اللي تعرفت عليه. ليك اجت يا منصور. شو صار يا بنتي؟ إيلين؟ إيلين؟ ليش عم تبكي حبيبتي؟ إيلين ليش هيك عم تبكي؟ عم ببكي لأني حاسة حالي مخدوعة بهالعالم، حاسة حالي مخدوعة ومحطوطة بموقف غبي لدرجة كبيرة. ما كنت بعرف إنه الإسلام بيصير فيه هيك قصص. مو معقول يكون الإسلام هيك. طيب وهدول الناس يمكن يكون معك حق بابا، مستحيل يكون هيك شخص عنده جنس الإحساس. أعصابك تعبانة كتير، بتحبي تاخدي مهدئ شي؟ للأسف الحياة دائما هيك صعبة يا إيلين، ما فينا نعرف أبدا شو اللي رح يصير معنا. السنين اللي كنت عايش فيها بسويسرا تعرفت على بنت هنيك كان اسمها لورا، وخلال فترة قصيرة كتير حبينا بعضنا. وبهداك الوقت بتذكر اني كنت يا دوب مخلص فترة التدريب تبعي ومستلم قضية كتير مهمة كمان. الشركة اللي كنت عم مثلها كانت رافعة دعوة على شركة منافسة لها. كنا عرفانين انهم عم يتجسسوا علينا، بالرغم من اني كنت جاهز ومحضر حالي كتير لهالقضية. للأسف ما قدرت اربحها. مستحيل انسى هداك اليوم يا إيلين، وقتها كان عم ينزل مطر، زيورخ كتير حلوة حتى بالأيام اللي بيكون عم ينزل فيها مطر. نفس اليوم كنت ناوي اني اعرض الزواج على لورا، وما كان معقول انه خسارتي للقضية تمنعني من اني اروح وقابل لورا بالمطعم اللي بنلتقي فيه بالعادة. استنيتها ساعات كتير، بس ما اجت، ومن وقتها ما عاد شفتها. بس بعدين عرفت انه لورا كانت عم تشتغل بالشركة اللي كنا رافعين قضية ضدها،
ومهمتها أنها تراقبني طول فترة المحاكمة لحتى تعطي الطرف الثاني كل المعلومات اللازمة اللي بتفيدهم بالقضية. أحيانا الحقيقة بتكون بتوجع مثل هلأ يا بنتي. يعني معقول حدا مثل العم فوزي اللي أنا بحبه وليلى يلي حسيتها مثل أختي وثقت فيها كيف بيطلعوا هيك؟ صعب كتير إني أقدر أتقبل هيك حقيقة. شو رأيك يا بنتي إنه نطلع لنا شي رحلة مع بعضنا؟ إذا بعدتي شوي عن هالمكان رح يصير أسهل عليك إنك تنسي كل هالقصص. بهاي الفترة بالذات ريو بتكون كتير حلوة، وإذا بدك بنطلع على فرنسا ومنه بتشوفي عمك كمان. شو رأيك أنت يا ضياء؟ برأيي هيك أحسن شيء. أحيانا بيكون الحل إنه نبعد عن المكان اللي نحن فيه. بس القرار هلأ أكيد بإيد إيلين. أنا كتير مشوشة وما بقدر أفكر. ما بظن إنه فيني أطلع لهيك رحلة بهالوقت. ما بتفرق حتى لو رحت على القمر. رح وصل لهنيك ومعي كل أحلامي وهي مكسرة. إذا بدك فينا نطلع نتعشى وبناخد معنا فدوى، ونحن كعائلة ظريف كتير إنه نجتمع على العشاء. أنا حابة أبقى لحالي بهالفترة. هلأ الشيء الوحيد يلي بدي إياه إني روح على البيت. طيب مثل ما بدك، خلي خالك يوصلك على البيت. إيلين، ما رح أسمح أبداً بإنك تقربي من هداك اللي سميتي لي يا عمو أو هديك المعلمة كمان يا إيلين. ونرجس لا تخليها تروح على المدرسة. ما بعرف ليش أنا دائما عندي نظرة صح وما بتخيب. إيلين؟ نعم خالي. نحن وصلنا على بيتك. شكرا. لازم تتجاوزي كل شيء صار، بس أكيد راح تلتقي فيهم مرة تانية. فلازم تقرري من هلأ كيف راح تكون ردة فعلك تجاههم. رح حاول قد ما بقدر إني ما أتقابل معهم خالي. لا تنسي ساعتك ماشي؟ صرتي بتعرفي منيح شو راح تساوي بحالات الخطر مو هيك؟ بكفي تضغطي على زر الحماية اللي فيها، ووين ما راح تكوني أنا بقدر لاقيكي، ولا بقى تخافي من شي بالمرة. خالي أنا كل عمري بوثق فيك كتير. لست موجودة لبضعة أيام. نيلوفر. ستقتلين أبيك. انظري إلى الخزانة التي في غرفتك. إذا ما نجحتي أو سربتي أصغر معلومة لأي حدا، وإذا كنتي حابة تعرفي بوقتها شو اللي ممكن يصير معك، روحي هلأ على غرفة بنتك.
هدول بدهم يطلبوا منك تقتلي ابوكي. هالحكي اللي عم تقوله مسخرة. عن أي تنظيم أنت عم تحكي؟ أنا ما بعرف حدا بالمرة. تعرفيهم، حتى انت عم تكوني كل يوم معهم. لهلا ما عم تفهمي. رئيس التنظيم هو فوزي الكاشكاري. الشيخ فوزي مانو شخص طيب مثل ما مبين بالمرة. هو شخص ظالم وما عنده أي رحمة. أنا أخذت نرجس ورح نروح مع بعض على المدرسة، بس حبيت خبرك. طيب فينا نستعجل شوي لو سمحت؟ ما فينا نتجاوز حدود السرعة يا مدام. ألو نعم إبراهيم. مرحبا إيلين، كنت بدي أقول شغلة كيفك أنت؟ أنا ماني كتير منيحة، قل لي في شي؟ بس كان بدي أقول لك شغلة. اليوم أنا خلصت شغلي بكير شوي، يعني عم أقول إذا فيني إجي أخدك أنت ونرجس، إذا بنقدر بركي هيك بنتمشى مع بعض شوي. أنا هلأ ماني فاضية بالمرة. معلش نلتقى بعدين؟ طيب ماشي، مثل ما بدك، مو مشكلة. أنا رح أتصل فيكي مرة تانية. ديري بالك على حالك. مع السلامة إيلين. إيه، ظاهر إنه ست إيلين يمكن متضايقة شوي يا معلم. مثل ما قلت لك بهالايام نفسيتها تعبانه كتير. بنتي حساسه كتير وما بتتعامل مع حدا اذا كانت متضايقه. مزبوط معلم. اتصل فيها دائما، لا تتركها لحالها. حاضر معلم. خليك على راحتك يا ابراهيم، انت ما رح تزعجها لبنتي، لا تكن هم. ما لقى حدا غيري يقول له هالجملة. هي أنا أكتر واحد بحبها لهالبنت، وفوق كل هاد ما بعرف كيف بدي إلا أنا بحبك كمان. أساسا ما بعرف أحكي معها. خير يا بنتي؟ بتعرفي وين الطالبة نرجس كاروزو يلي بتدرس عند الآنسة ليلى؟ يسار 2 3، يمين 2 3، يسار 2 3، يمين 2 3، يسار 2 3، يمين 2 3. نرجس، إن شاء الله عجبتك مدرستنا حبيبتي. أنا كتير حبيت المدرسة أنسة، ورفقاتي هون كلياتهم مناح. كل اللي بالمدرسة حبوكي كمان. أنا كتير حبيتك أنسة، ويا ريت ماما بتعرفك من زمان. وأنا مبسوطة لأني تعرفت عليك يا حبيبتي. نرجس. نعم ماما. يلا امشي، بدنا نروح على البيت. ليش ماما، شو صار؟ بعدين بقول لك امشي. خير إيلين، فهميني شو اللي صار. إيلين لو سمحتي بس احكي لي شو فيه. الشيخ فوزي الذي يكسب الأموال من خلال السحر والشعوذة يتابع أعماله السيئة واستغلاله للناس المساكين، وقد قمنا ببعض المقابلات مع عدد. اكيد إيلين رح تقطع العلاقه اللي بينها وبين هدول المسلمين يا ضياء. يعني بنتي رح ترجع وعطول كمان. حلو، ما نسيتوا الكتاب اللي قلت لكم عليها ما هيك؟ مدام فدوى؟ ايه أنا. هي الباقة لإلك. شكرا كتير. عن إذنك. مع السلامة. أنا بحبك منصور. ماما ليش ما عم نروح على بيتنا؟ بدنا نضل الليلة عند ستك حبيبتي. ماشي، بس قولي لي ليش بدنا نبقى هون؟ ليش أخدتيني من المدرسة؟ ليش عم نبقى هون؟ انتي ليش أسئلتك كتراني هالقد نرجس؟ أنا آسفة حبيبتي، تعي اقعدي عندي. ما كان قصدي ضايقك.
ما عاد في روحة على هديك المدرسة نرجس، ماشي؟ طيب ليش ماما؟ لأنه أنا وجدك شايفين إنه دراستك بهالمدرسة مو منيحة. بس يا ماما. اسمعي، بعرف إنك حبيتيها كتير، بس هاي المدرسة بعيدة عنا شوي، لهيك رح يصير مشكلة بروحتك وجيتك. نحن سجلناكي بمدرسة أحلى منا بكتير وأقرب. ومين قالكن إنه بدي مدرسة تانية؟ أنا بحب رفقاتي والأنسة ليلى كمان وما بدي غيرهم. لا عاد تجيبي سيرة هالأنسة بالمرة على لسانك، مفهوم؟ ليش ما بدك يعني جيب سيرة الأنسة ليلى؟ لتكوني زعلانة منها لحتى عملتي هيك. خلص حاجة نرجس، لا عاد تسأليني أكتر، يلا تسطحي لشوف. ماما بترجاكي إذا كنتي عن جد بتحبيني لا تبعديني عن المدرسة وعن الأنسة ليلى. نرجس قلت لك من شوي لا تجيبي هالسيرة، انتي لساتك صغيرة وما فيك تفهمي كل شي، بس رح أقول لك شغلة ويا ريت تفهميها. أنا غلطت لما تعرفت عليهم، يمكن بصعوبة، بس أنا طلعتهم من حياتي وانتي رح تطلعيهم. ماشي حبيبتي؟ هلأ صار وقت النوم، يلا حبيبتي تصبحي على خير. شو يلي عم يصير معكن؟ ما في شي أمي. شو صار حبيبتي؟ ما بعرف شبهها ماما، بس كمان ما لها حابة تحكي. شوفي انت لا تزعلي ابدا، انا هلا بسألها شو في. يلا انت نامي هلا. إلين احكي لي شو اللي صاير. ما بعرف أمي، ماني قدرانة أحكي، أفكاري كتير مخربطة. وانت لهيك اجيتي لعندي؟ أنا بعرف إني عم ضايقك كتير. نحن صار لنا زمان عايشين بعاد عن بعض، بس رح تضلي على طول قطعة مني. أنا حاسة إنك عم تخبي علي. أنا بدي روح أتمشى على الشط شوي. لساتها عم تدق، شو ما بتستحي؟ ليش ما عم تردي يا إلين؟ ليش؟ إيلين؟ بابا؟ فدوى اتصلت بخالك وأول ما قال لي إنك هون اجيت فورا. أمك كانت عم تقول إنه في عندك مشكلة كبيرة. ردي، خلص ردي ولا يهمك. نعم مين؟ إيلين كاروزو، إياك تفكري إنك تستهتري بأوامر التنظيم. ما ضل معك وقت غير للصبح ولازم تقتليه، وإلا نحن مضطرين ننفذ وعدنا. قل مين أنت؟ مرسل من عند الله، اسمي الشيخ موسى، وإياك حدا يعرف إنه نحن حكينا مع بعض، وإلا هن الاثنين رح يموتوا. ايه مع السلامة. مين اتصل فيكي؟ ما حدا مهم بابا. بنتي انت عم تخوفيني عليكي، خبريني شو اللي عم يصير. لا ما في شي بابا، أنا منيحة. بس واضح انك متوترة. يمكن لازم روح نام، عن إذنك. ماشي مثل ما بدك، بس أكيد لا تنسي إنك تجي بكرة على المزرعة لحتى نحكي شوي. أكيد بابا. منصور؟ أنا حبيت أتشكرك على الورد.
ما ضل معك وقت غير للصبح ولازم تقتليه، وإلا نحن مضطرين ننفذ وعدنا. طيب وهلا أنا شو أعمل؟ شو بدي أعمل لحتى أخلص من هالقصة؟